مين هو البطل أحمد حمدي؟ البطل أحمد حمدي اتولد في 20 مايو 29. كان في محافظة المنصورة. اتخرج في كلية هندسة جامعة القاهرة قسم ميكانيكا سنة 51، التحق بالقوات المسلحة واتنقل لسلاح المهندسين سنة 54. حرب 67 رفض إنه ينسحب إلا بعد أن يقوم بتدمير كل وصلات المياه في سيناء عشان ما يستفدش منها العدو. اتولى قيادة لواء المهندسين المخصص لتنفيذ الأعمال الهندسية في الجيش التاني الميداني، والكلام ده كان سنة 73. كان بيقوم بنفسه في مع العساكر في إنشاء الكباري اللي عدت عليها قواتنا المسلحة في 73. وأثناء إقامة أحد هذه الكباري اتصاب بشظية مبشرة، والغريب إنها أصابته هو فقط دونا عن باقي الجنود اللي موجودين وأدت لوفاته. ربنا يرحمه ويرحم كل الشهداء المصريين. ولو اتكلمنا سريعا كده عن نفع الشهيد أحمد حمدي، هو بيربط بين الجهة الغربية لقناة السويس والجهة الشرقية. بيقع في محافظة السويس، فالجزء اللي هو الشرقي من قناة السويس لحد عيون موسى ده بيعتبر الحد الشرقي لمدينة السويس. يعني معنى كده إن السويس الغالبية العظمى من مساحتها بتقع في قارة أفريقيا، والجزء الشرقي منها بيقع في قارة آسيا. يعني النفق بتاعنا ده، نفق الشهيد أحمد حمدي، يعتبر بيربط بين قارتين: قارة أفريقيا في الجهة الغربية للقناة، قارة آسيا في الجهة الشرقية للقناة اللي هي سيناء. يا ريت نستغل الكلام ده سياحي، ليه أثر كبير أوي، زي تركيا كده عندها كوبري ما بين آسيا وأوروبا، ونستغلها سياحيا جامد أوي. يعني لو استغلنا الكلام ده سياحيا إنه رابط بين قريتين أو إنك بتعدي بين قارتين في نفس اللحظة مسافة تقريبا 1.5 كيلو، حاجة هايلة وعظيمة. يعني نتفرج على الفيديو بقى مع بعض. يا أكبر مينا وأكتر قول
ورحت مطور دي انا وواحد صاحبي بالموتوسيكلات. وصلنا على السقاله، كانت سقاله كبيره غير كده. كانت سقاله كبيره وعريضه، حاجه ثانيه غير التكسير والبهدله دي. والله يا عادل بالموتوسيكلات كان معايا موتوسيكل شقوة توين انا. ده اديها في السفر، وهو معاه توين بتاع الحكومه بقى دول.